الموضوع طبعا. والحوار نقلت عن الرئيس تبون في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة في القمة العالمية للتنمية: الجزائر جعلت من الأمن الغذائي أولوية وطنية. الله أعلم الرئيس يتكلم على الآن ولا على بكري ولا على المستقبل، الحكم لكم طبعا. يومية الموعد اليومي عادت أيضا إلى هذه الكلمة التي ألقاها عزوز نصر نيابة عن مش عن سعيود، عن تبون، نفولوا لسعيود يولي رئيس، ربي يستر. من الدوحة: الجزائر نموذج الرعاية الاجتماعية الجديدة. مش عارف أجماعة الجزائر الجديدة تقدروا تسوقوها لداخل، أما في الخارج فيبدو الموضوع صعب. لكن الجريدة أيضا خصصت موضوع مهم: مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولز: قرار مجلس الأمن لم يمنح حصرية الحل لمشروع الحكم الذاتي المغربي. في مرة من المرات أنا حضرت محاكمة في الشأن العام لأحد الأصدقاء، يعني هو ربح القضية لأنه الطرف الثاني في عملية اعتداء في الشارع هكذا، أن المحامي الطرف الثاني كثر من الحجج حتى يثبت براءة موكله. فتذكر أن القاضي آنذاك قال له: لقد كثرت من الحجج حتى وصلت إلى مرحلة اختلاق الحجج، وهذا دليل على أنك أنت ما عندكش حجة واثنين قوية باش تبرأ بها الموكل نتاعك. نفس الشيء صار في الإعلام الجزائري بالنسبة لقضية الصحراء الغربية. أنتم الجزائر موجودة في مجلس الأمن والقرار مكتوب، ثم تستعينون بأي تصريح قال والله هو يؤكد كذا. مسعود بولز تكلم 4-15 مرات في أغلب القنوات، قال الكلام وقال نقيضه. فعلى الأقل خذوا بوصلة محددة في الدفاع عن وجهة النظر الجزائرية التي تتبنونها. أما أنه مثلا قرار مجلس الأمن ما قدرش تشرحوا الخارجية حتى يشرحوا مسعود بولز، وثم الإعلام، وهذا مثال فقط، ثم الإعلام يقول والله قال قطع مسعود بولز الشك باليقين واليقين بالشك. لا تكثروا من الحجج، اختاروا حجة واضحة، قراءة واضحة للنص ودافعوا عليها. أما بهذا التخبط فسيحدث لكم كما حدث مع موكل القصة.